الجزائر خسرت في كثير من الأحيان وتصافحنا مع المنافس وخرجنا. لا يمكنك أن تفوز دائما بالمباريات. تعثر المنتخب المغربي ليس فيه أي إشكال، خاصة أن المنتخب ما زال بحوزته فرصة من أجل التأهل. كان على وليد الركراكي ولاعبي المنتخب المغربي أن يصافحوا لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية وينهوا هذا الجدل، عوض أن يصبحوا اليوم حديث العام والخاص وفي مختلف المنابر الإعلامية العالمية، حتى أن وليد الركراكي ركض من أجل إجراء حوار مع من؟ ليس مع المغاربة وإنما مع الفرنسيين، حتى يعطي صورة للعالم كله، لأنه قضية عنصرية وكلمات عنصرية أمين هذه يهتز لها كل العالم وليس إفريقيا فقط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الآن لدينا قضية، انتبهوا جيدا، لدينا قضية بين مبيمبا من جهة ووليد الركراكي ولاعبي المنتخب المغربي من جهة أخرى. شاهدنا مبيمبا يدلي بتصريحات خطيرة، يقول بأني تعرضت لكلام غير لائق والعدالة الإلهية ستأخذ مجراها، وبأني أمتلك أدلة وأمتلك فيديو. ووليد الركراكي بين قوسين يعني على الأقل يكون قد شتمه يعني بعد هذه الضجة الكبيرة التي أثارها. نحن لم نكن بينهما ولم نستمع ما قاله الركراكي لمبيمبا ولا ما قاله مبيمبا ورد عليه للركراكي. ولكن الآن بما أنه فيه طرفين وفيه اتهامات خطيرة يجب أن يعاقب أحد الطرفين. الآن الكاف يجب أن تفتح تحقيق إن شاء الله يكون بسرعة قصوى مثل ما حدث في قضية عادل عمروش، يعني في 24 ساعة لم يتم الاستماع لعادل عمروش وتمت معاقبته وثمن مباريات كاملة وكأنه قتل نفسا. يعني خلينا بعدين نرجع لعادل عمروش. الآن فيه قضية وفيه طرفين، في مبيمبا يدلي بتصريحات خطيرة يتهم فيها المدرب الركراكي ولاعبي المنتخب المغربي، وفيه بيان أيضا من الاتحاد الكونغولي يدعم فيه لاعبه ويطالب الكاف بالتدخل ويقول بأني قدمت شكوى على مستوى الكاف. الآن أنا نفهم شيء، لسنا لا مع مبيمبا ولا مع الركراكي ولا مع لاعبي المنتخب المغربي لأننا لم نستمع ما دار بين الطرفين. الكاف لديها ميكروفونات داخل أرضية الميدان، لديها قارئي الشفاه، يمكن بكل سهولة أن تتأكد ما قاله مبيمبا أو ما قاله الركراكي وما رد به مبيمبا. المهم في نهاية المطاف يجب أن تكون هناك عقوبة. لا أقول عقوبة على مبيمبا ولا أقول عقوبة على الركراكي وعلى لاعبي المنتخب المغربي، أقول يجب أن تكون هناك عقوبة. يا إما مبيمبا إنسان مفتري وإنسان كاذب ويكيل بالاتهامات جزافا على الناس ويجب أن يعاقب، يجب أن يوقف عند حده، أو أن هذه الاتهامات صحيحة وحقيقية وبالتالي يجب أن يعاقب مدرب المغرب ويعاقب لاعبون الذين أرادوا الاعتداء على مبيمبا. أما أن يقفل الآن ملف القضية ونقول بأننا يعني نكن كل الاحترام لمبيمبا ولم يحدث أي شيء ومجرد أدريلاني، هذا هو الأمر الذي لا يجب أن يكون. من أجل تحقيق العدالة مثل ما حكمتم عادل عمروش وأوقفتموه ل8 مباريات وغرامة مالية لمجرد تصريحات، أتمنى الآن أن تفتح الكاف بسرعة فائقة، بسرعة فائقة مثل ما حدث في قضية عمروش، بسرعة فائقة يفتح ملف القضية. قلت وأعيد وأكرر، نحن لسنا لا مع مبيمبا ولا مع الركراكي، ولا نعلم إن كان مبيمبا صادقا أو كاذبا، ولا نعلم إن كان الركراكي صادقا أم كاذبا. فقط نقول الفاف إذا أرادت أن تحافظ على بعض كرامتها وبعض مصداقيتها أمام العالم وأمام الرأي العام عليها أن تفتح تحقيق بأقصى سرعة وتبين للجميع من هو الصائب ومن هو المخطئ، من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه، من هو المفتري ومن هو المفترى عليه، وتخرج بقرار. أما أن يطوى الملف ويوضع في الأدراج فهذا الأمر لن يكون مقبولا وسيسود وجه الكاف الذي اسود وجهه يعني منذ زمن طويل ويعيث فيها الفساد فسادا يوما بعد يوم. تفضل قاسي سعيد. شكون يفتح تحقيق بقى؟ لجنة تأديبية للكاف. شكون يفتح تحقيق ضد عادل عمروش؟ ماهيش اللجنة، سي رئيس الجامعة المغربية هو اللي يفتح.
تظن بلي رئيس انت الخصم وانت الحكم، هو الخصيم وهو الحكم. رئيس الجامعه الملكيه حيفتح تحقيق ضد المنتخب ديالو او اللاعبين ديالو. انا نتساءل اولا يعني بصراحه، انا شفت مقابلات، شفت مدربين كبار لما تنتهي المقابله يروح يخمس مع المدرب ويمشي للفيستيان. واش جاب والد الركراكي داخل البساط الاخضر؟ اولا علاش تدخل داخل البساط الاخضر؟ نوليو للتحقيق محمد. التحقيق هذا ضد عادل عمروش ماهوش جا البارح. لا تعطيني تفضل. عندها تقريبا شهرين من بدات مشاكل عادل عمروش مع المغرب. انت تعرف بلي الكاف كانت راح تحل تربصات في شمال افريقيا لشهاده كاف برو. نعم. واستنجدت باليوفا باش تبعث لها المكونين. نعم. لما اليوفا بعثت القائمه تاع المكونين موجود اسم جزائري اللي هو عادل عمروش. تاع عادل عمروش لو ما تحبش تصب الزيت على النار، علاش تبعتوا مباشره للمغرب باش يدير تربص مع المدربين تماك؟ يعني خليت موريتانيا، خليت تونس، خليت ليبيا وخليت مصر. الكاف هي التي ارادت ان ترسل عادل عمروش للمغرب من اجل تدريس المدربين المغاربه، من اجل الحصول على كاف برو، لان عمروش مدرب مكون تاع اليافا، متابع اليافا وحاصل على اليافا برو. نعم. يعني هو مؤهل من اجل تكوين المدربين ومنح شهادات كاف برو. نعم. تفضل. انت علاش تبعتوا للمغرب؟ تبعتوا لتونس، تبعتوا لمصر، تبعتوا ليبيا. عادل يعني رفض باحترام، قال لك انا ما يسمحليش الوقت باش نجي ندير تربص للمدربين تاعكم وانا عندي منتخب قايم به تاع تنزانيا. من تماك اعتذر بلا بقى الاتحاد المغربي او للكاف. من تماك اللي بداوا المشاكل تاع عادل عمروش. لو تشوف المقابله محمد، المقابله بين ما نحكيش نوليش الورا تاع لا كوب دي موند هضرنا عليها تاع 2-0. اولا انت تعرف باللي البلد اللي يستقبل هو يخير الساعه اللي يلعب فيها، راكم باكون ولا لا؟ عنده 3 اوقات. هو اللي يخير. الاتحاديه التنزانيه خيرت الساعه الثانيه بعد الزوال. ما قبلش رئيس الجامعه المغربيه، غير التوقيت. ما عندوش حق. لما صاروا المشاكل هذايا، لما دار عادل غير التوقيت الى ساعه ليليه. يعني نعرف انه المنتخبات الافريقيه تحب تلعب معك في الظاهره من اجل استغلال عامل الحراره والجو، وهذا من حقهم. عندهم 3 اوقات يخيروا. لما تكلم عادل، كان السيد رئيس الجامعه تكلم مع رئيس تاع تنزانيا، رئيس الاتحاديه تنزانيا، قال له نحيه وانا نتكلف بالتعويضات. نحيه هذا المدرب، نحيه وانا نتكلف بالتعويضات.